اللهم استرني بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك عني. اللهم إني رضيت بكل ما كتبته لي، فاجبر خاطري، واجعل القادم من حياتي كله خيرا، وبشرني بما يسرني، وابعد عني ما يضرني. ايه ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. راجعه لكم فيديو جديد وحلقه جديده من حلقات مطبخ توته. النهارده هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا، وهنشغل الفرن كده علشان الجو الساقع ده ندفي الفرن ان شاء الله. هنعمل النهارده حواوشي. يلا بينا ندخل على الفيديو، بس قبل اي كلام يلا حطوا لي لايك بقى كده للفيديو عشان الفيديو يترفع يعني. ويلا نقول بسم الله ونصلي على الرسول. يلا بسم الله. معايا هنا نص كيلو لحمه، عليه نص كيلو بصل بشراه في الكبه يعني، او بشراه انتي مثلا في المبشره براحتك، انا عاملاه في الكبه. ومعايا طماطمتين، ومعايا قرنين فلفل حامين، ومعايا البهارات بقى هنا كده: ملح وفلفل اسود وكمون والسبع بهارات وبابريكا وكزبره. حطيتهم بقى كده، واهم حاجه السبع بهارات يا جماعه، وطبعا الملح بتاعنا. انا هسوي الحواوشي بتاعي في الفرن. انا خلطتهم كده، الخليط بتاعي عملته كده زي ما انتم شايفين. في ناس ممكن تحط على الحواوشي معلقتين دقيق، وفي ناس تحط معلقه بقسماط. بس انا شايفه ان كل المكونات داخله في بعضها وحلوه يعني، تمام، مش محتاجه لا دقيق ولا بقسماط. جبت كده الشوايه اللي هي بتاعت الفراخ دي، حطيت كده واحده فويل يعني ورقه فويل عليها، وحطيت بقى الزيت كده عشان بردك العيش ما يلزقش فيه الفويل. وطبعا كمان علشان انا اللحمه بتاعتي ما فيهاش دهون كتير، فانا عارفه ان العيش مش هينزل دهون كده كتير، فلازم احط زيت. عشان طعم الحواوشي اللي احنا بنجيبه من بره بيبقى طعمه حلو كده من الدهون اللي فيه، فاحنا هنا ما فيش دهون فبنحط زيت، تمام. ويا سلام لو عندك قطعه ليا، ممكن تحطيها في قلب ايه، تسيحيها وتحطيها يعني، وممكن تخلطيها برضك في قلب اللحمه. بحشي العيش بتاعي زي ما انتم شايفين كده. انا عيش بلدي عادي، كنت جايباه كمان وحطاه في الفريزر، وطلعته من الفريزر حطيته 30 ثانية كده في الميكروويف، فك كده زي ما انتم شايفين. وبحشيه عادي يعني، ممكن تستخدمي عيش من الفريزر عادي. بحشي الرغيف بقى بتاعي كده، قلت احشي معاكم رغيف كمان زي ما انتم شايفين كده. بصي يعني ايه يعني، اخدمي العيش بتاعك علشان يطلع طعمه حلو يعني، ما تلحسيهوش لحمه يعني، خليه طعم يعني، حطي لحمه كده فيه كتير عشان يبقى طالع طعمه حلو. عملت اهو 3 رغيف اهو. بصوا، اسهل اكله بتحطي المكونات جوه بعضها وتروحي دلقاهم في قلب العيش، وبعد كده تدينيهم حبه السمنه ولا حبه الزيت، وبعد كده تروحي حطهم في الفرن تنسي الدنيا. وشويه سلطه طحينه بقى كده، ولا شويه سلطه خضراء، وخلاص كده زي الفل الاكله. زي ما انتوا شايفين بقى كده. هدهنهم زيت العيش بتاعي اهو، هدهنهم زيت، وبعد كده هندخلهم على الفرن. هتقولي لي مشغله الفرن ازاي؟ مشغله فوق وتحت. طيب انت عندك البوتاجاز ما بيشتغلش فوق وتحت، شغلي تحت الاول، وبعد كده شغلي فوق. بعد ما يستوي من تحت تروحي مشغله فوق، او ممكن تروحي مشغله فوق بس، وبعد كده تروحي مقلبه العيش يعني، مقلبه العيش بتاعك. وممكن تحطيه، انا حطيته في الشوايه، انت ممكن تحطيه في الصينيه على طول وتحطيه في الفرن، تمام. يعني مفيش حاجه تصعب عليكي. طيب مش عايزه تشغلي الفرن خالص، على البوتاجاز في قلب طاسه وعلى البوتاجاز كده، وتروحي مهديه النار عليه عشان اللحمه تستوي، وتغطي عليه هيطلع معاكي فله زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى، بفتحه طلع سخن شويه فبفتحه بقى كده. زي ما انتوا شايفين بقى بطلعه، بصوا بقى زي الفل، وكان طعمه جميل جدا جدا جدا. يلا جربيه بقى وقولي لي بقى ايه عامل ايه معاكي. بصوا الرغيف دوت كان النار مش حامية عليه فكان طري، فسيبته بقى لغاية ما ينشف. بصوا الرغيف طري ازاي، فحطيته في الفرن، ترجعته في الفرن تاني عشان ينشف، عشان احنا بنحبه مقرمش شويه. وبس كده، دي اكلتنا النهارده. عملت سلطه، وعملت سلطه طحينه، وعملت بقى الويسكي الحلال زي ما انتم شايفين، ميه السلطه الجميله، وكانت اكله جميله جدا. ويلا حطولي لايك، والسلام عليكم.